السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا أخي في موضوع هالأيام منتشر بين لعيبة الأندية ذا العبنت. كل يوم عبد متضارب مع واحد في المطار وفي السوق وفي الشارع. على الله أبو مجمعكم عبنت. أول يا عبد تشترب ملح، كيس ملح يشترون فيك، واليوم متنافق وتضارب. هوساوي طيساوي ما أدري وش اسمك. على الله من جمعكم عبنت. وش سايفين انفسكم يا العبند؟ والله لا يردكم. الواحد يمشي وخشمه رازه العبد، عاد من زين خشمك فارش تقول كفرات ددسن فارش. وهذا الخلباني بعد العبد كل يوم طالع لي في تويتر اعلى الله من هو عبند كلهم. والله لو الحكم بيدي لأرجعهم مثل الكلاب أول. هذول ما ينرفعون ولا ينشد فيهم الظهر. العبد عبد، عمر العبد ما جاء فيه خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الشخص اللي طلع يتكلم على العبيد والسمر والسود بعد حادثة عمر هوساوي، انهم يضربون الموظفين ويتضاربون بالملاعب وامور اخرى قالها ما لها داعي. اعتبر انا شخص جاهل، بس الجاهل ذا يبيله تأديب، يبيله تأديب. مثل النوعيات هذه عندهم قصة بحياتهم مع اللون الأسمر أو اللون الأسود. ممكن عنده عقدة من الخوال. ليش؟ ليش؟ هنا السؤال ليش؟ يا إنه هو صغير عانى من الخوال، بمعنى مطيرين جوه، مفهوم مطيرين جوه، حلو، ما في غيرها، هي واحدة مطيرينها وخلاص، هو زعلان ليش؟ مدري. ثانيا كلمة عبد يا عزيزي ليست للشخص الأسود أو الأسمر فقط، فهناك عبيد بيض، فهناك عبيد بيض، فأنت ممكن واحد من العبيد البيض، وش دراك؟ وش دراك؟ صدقني أنت لو تشوف شخص أسود أو أسمر قول له أنت عبد، بس قل له أنت عبد، وأبي أشوف مقطع بعد ما تقول له أنت عبد فقط، أبي أشوف وجهك بس. سلامتك. بالنسبة اللي يتكلم عن الخوال وعبيد وما عبيد. خوال عبيد عبيد تراك اشقر اشقر. كمان بيبي كمان بيبي. جايين لك تراك دارس معي.